لو بتحب السهر، ما بتحبش نور الشمس، تحب الضلمه، يبقى الفيديو ده عشانك. زمان قبل ما اتعلم انجلش، قبل ما اخرج من البيت، كنت بحب الضلمه قوي. كنت بسهر كتير، كان ممكن اطبق باليومين وبالثلاثه صاحيه. كنت بستمتع جدا والناس مش موجوده في حياتي. لو عايزه اكلم حد بتشات، يوم ما يبقى خلاص الموضوع ملح جدا اكلمه في التليفون. ما كنتش بحب اتكلم مع حد فيس تو فيس، كنت منزويه واخده جنب كده من كل البني ادمين. دي الفتره اللي ما كنتش عارفه فيها انا عايزه ايه، ولا عايزه اعمل ايه، ولا عايزه اروح فين، ولا كان عندي هدف واضح، سواء بقى الهدف ده جواز، شغل، تعليم، اي حاجه. كنت طول الوقت عايزه انفرد بنفسي واعمل الحاجات اللي بتبسطني بغض النظر عن في هدف منها ولا لا. كنت خايفه طول الوقت، خايفه، بس مش عارفه انا خايفه من ايه. خايفه من اللي جاي، وخايفه من اللي انا عايشاه، وسايباها ماشيه كده زي ما تيجي. هيحصل ايه يعني؟ بعد شويه لما نفسيتي تعبت قوي، وبدات انزل اخد كورسز، وبدات اعمل خطه لليوم، وبدات الاقي ان في وقت كتير بيروح وبيضيع على الارض، وبدات اسمع فيديوز من الناس اللي بتتكلم عن قيمه الوقت، وانه ما ينفعش يترمي على الارض في السهر والشاتنج والقعده على الموبايل وقعده القهاوي وحاجات كتير قوي. بدات اكره الضلمه، بدات ما ابقاش مرتاحه فيها زي الاول. لقيت نفسي انا اللي بدور على نور الشمس، بدور على النور، بدور على اني اقابل ناس واتكلم معاهم. بدات احاول اعرف شخصيتي اكتر، افهم انا عايزه ايه اللي بكرهه وايه اللي بحبه. ومع الوقت بدات الدنيا تنور قدامي، وبدات احس ان كل الحاجات اللي انا كنت بحبها زمان وبرتاح فيها كانت غلط، وكانت سببها الاساسي اني مش عارفه نفسي ومش عارفه انا عايزه ايه. اني حاسه بالفشل، اني حاسه ان انا ما حققتش اي حاجه في حياتي ايا كان الحاجه دي. الجواز والخلفه والمسؤوليه البيت دي من اعظم الادوار اللي الست بتقوم فيها في حياتها، فده ما كانش بالنسبه لي مشكله، لكن ما عملتوش. انا ما كنتش عارفه انا مستقبلي رايح فين. لما اترسم قدامي وفهمته وشفته وعرفت انا عايزه اروح فين واعمل ايه، ما بقتش بحب الضلمه، وما بقتش بحب اقعد مع نفسي بس طول الوقت، وما بقتش بحب امسك التليفون وانزوي انا وهو في حته كده في الاوضه من غير ما حد يشوفني. حياتي نورت، ومش الانجليش اللي نور حياتي عشان بس نبقى متفقين. احساسي ان انا بعمل حاجه ليها قيمه عرفتني على نفسي وخلتني بقيت عايشه لهدف، هو ده اللي خلاني بقيت عايشه في النور وخرجت من الضلمه. فلو عايز تخرج من الضلمه وتعيش في النور، جرب انك تتعلم معانا انجليش، او جرب انك تتعلم مهاره جديده، او جرب انك تسافر، او جرب انك تعمل اي حاجه بره الزون اللي انت قاعد جواها دي. وخد بالك ان السحر اللي انت بتدور عليه في حياتك، اللي هيغير لك كل العالم بتاعك، موجود في الحاجه اللي انت بتخاف تعملها، اللي انت بتتجنب انك تروح لها او تعملها. احنا في انتظارك وهنساعدك. احنا عارفين كل مخاوفك، وعارفين ايه اللي جواك، ايه اللي بيسبب لك ألم، وايه اللي هيخليك احسن. مستنيينك.